السلام عليكم. في موضوع شاغلني بقاله فترة، والموضوع ده الحقيقة أصبح مستفز لشريحة كبيرة جدا من الناس. كل ما بقابل مدرسين في انترفيو، مقابلة عمل يعني، للتدريس، بفوجئ ان معظم المتقدمين للعمل ملهمش علاقة خالص بكلية التربية ولا التخصص من الأساس. فاسأل إحداهم: خريجة ايه؟ تقول لي تجارة انجلش. فاين، واي تيتشنج؟ تقول لي اصل انا بصراحه كنت بانكر شغاله في بنك، وارهقت جدا، وفي ايام كنت بوصل فيها البيت متاخر جدا، بتوصل الساعه 6 و7 وممكن 8 كمان. ففكرت ان انا اعمل كارير شيفت واشتغل مدرسه واروح على الساعه 2 3 كده. غيره: انا كنت شغاله سيلز في شركه عقارات كبيره. فبقول لها طب سوت يعني؟ قالت لي بس بصراحه فشلت ان انا احقق التارجت زي زملائي، فالموضوع ده ارهقني جدا نفسيا، وقررت ان انا اعمل كارير شيفت واشتغل مدرسه واريح دماغي. طب حضرتك قررتي سارن كده انك تبقي مدرسه عشان ما عرفتيش تحققي التارجت في شركه العقارات. طيب هتحققي التارجت وهتبني عقول، بناء العقول ده حاجة سهلة كده. هل حضرتك مؤهلة؟ are you qualified enough انك انتي تحققي التارجت كمدرسة؟ انت عارفة تارجت التدريس ده ايه؟ ربنا بيحاسبنا عليه قبل البشر. هل هتقدري توصلي المحتوى المعرفي والمادة العلمية على الأقل بنسبة 75%؟ هل هتقدري تحببي الولاد في العملية التعليمية وتتفاعلي معاهم ويتفاعلوا معاكي ويروحوا البيت فاهمين اللي حضرتك شرحتيه بنسبة كبيرة؟ ده مش التارجت بتاع ولي الامر خالص، انه يقعد يشرح لابنه from the scratch ويقعد يتقمص دور المعلم في توصيل المعلومه والشرح. ده مش دوره، هو ما بيعرفش. it's yours يا جماعه. ونرجع نقول ليه التعليم بيبوظ. اتقوا الله في مهنه التعليم. المهنه دي مهنه نبيله وشريفه واتظلمت مننا كتير. فكر 1000 مرة انك مسؤول عن you are building up minds. انت بتبني عقول مش بتبني عقارات. هل حضرتك مؤهل وعندك المؤهلات اللي تخليك معلم ومؤثر؟ يعني not just، انا بالنسبة لي teacher is a preacher. a teacher is an influencer طبعا في كل حاجة. هل حضرتك شايفة ان انت عندك كل ده فينفع ان انت تبقى؟ والله مش بقول ان انا لا تيتشر يبقى لازم ابقى متخصصه خريجه التربيه، ما عنديش مشكله. بس انت سبيريتشوالي كده من جواكي حاسه انك انت ممكن تحققي كل اللي انا قلته ده؟ نتقي الله يا جماعه. التعليم ما بصش من شويه، ونتقي الله في الاجيال اللي طالعه.